بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كده الحاجة كده دخلت في السواء. ده الفلفل والكوسة نوطي عليها بقى، برضو هنوطي عليه شوية صغيرين كده لحد ما يكمل سوا. هو كده كده مستوي بالكوسة والفلفل. الله أكبر. كده اتقورت تمام اهي. كده شايفين الفلفل؟ بننفض بقى التقاوي اللي في قلبه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل لكم يا حبايب قلبي بقى احلى محشي مشكل اهو. كل الخضار ده باذن الله هنعمل محشي مشكل احلى محشي. معانا اول حاجه ده الفلفل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين فلفل طازه وصابح ازاي؟ على فكره انا جايباه لي حوالي 3 ايام، بس انا بحطه في الدرج كده نضيف. وما تجيبي الحاجه صبحه بتفضل صبحه زي ما هي. اه شايفين الفلفل؟ شايفين لما تحبي تنقي الفلفل كده اللي هتعمليه محشي يبقى زي الفنجال كده. يعني يا دوب تشيلي العنق ده تبقى كأنك ماسكه فنجال، كأنك ماسكه كوبايه. ما تنقيش القرن المطبق في بعض ده. تمام. معنا كمان كوسه. الخضار ده بقى مفيد جدا، عشان كده انا بقول لكم المحشي فيه كل الفوائد. الكوسه طبعا حبيبه القلب. شايفين الكوسه جميله ازاي؟ معانا كمان شويه ورق عنب، كانوا فايضين عندي من المره اللي فاتت اهو. عنب، ورق عنب بناتي ما شاء الله اهو. ده العنب البناتي، ورق العنب البناتي. الورق العنب التاني بيبقى ازرق كده وتحسي ان الورقه تخينه، لكن ده رقيق ولونه اصفر كده. ده ورق عنب بناتي. معنا طبعا اللي ما بيخلاش منها اي طبيخ، الطماطم. طبعا احنا حاطين فيها بايظه من هنا، بلاش منها دي. حاطين طبعا احنا حاطين طبعا طماطم اكتر من كده، لان احنا سابقين لنا على فكره. معانا كمان بقى الشبت والكزبره. اللي الجماعه اللي ما يعرفوش الشبت، ده الشبت اهو. تمام. ودي الكزبره، وده البقدونس. اللي ما بيعرفش يفرق بين الشبت والكزبره، ده البقدونس. بين الكزبره والشبت دي الكزبره، وده البقدونس. معايا كمان طلعت كده من الفريزر شويه ورق كرنب. نعمل كام صباح كده ورق كرنب للي بيحب الكرنب. معايا كمان بتنجانة، ولقيته في الدرج كنت جايباه لقيته قلت نعمله كمان، نشكل كده برضو كام صباع بتنجان. وهنعمل احلى محشي مشكل باذن الله. طبعا احنا اول حاجة هنعملها هنوضب الخضار كله ده ونظبطه كده ونجهز التسبيكة. ومعاكم كده هوريكم التسبيكة دلوقتي. احنا خلاص قلينا وهوريها لكم. طبعا كلنا عارفين التسبيكة، البصل في المادة الدهنية، الزيت او السمنة او اي حاجة ايا كان انت بتقلي بيها. بنحمر البصلة كده بنوصلها للون الذهبي، وبعد كده بننزل عليها بعصير الطماطم. وبنبهر بقى الطماطم ملح وكمون وفلفل وشطة والبهارات اللي انت بتحبيها.
تمام اهي. نعمل واحدة تاني اهو. كده خلصنا الكوسة. تمام. نبدأ بقى الفلفل اهو، بنعملها كده، كسرت مش مشكلة، نعمل غيرها. كده شايفين الفلفل، بننفض بقى التقاوي اللي في قلبه دي. تمام. كده لفينا ورق العنب وبدأنا نلف في محشي الكرنب. تمام. كده بدأنا نرص البتنجان، وما عشان حاجات قليلة مش هعمل كل حاجة في حلة، هعمل كده كله مع بعضه. تمام. هنبدأ بقى نحشي الكوسة والفلفل. كده رصينا اهو فلفل والكوسة، عملنا شوية كده فلفل وكوسة كده، الكرنب والبتنجان وورق العنب هنا دي. تمام. وهنا الشوربة بتغلي، حطينا لها مرق الدجاج، حطينا لها بهارات، وحطينا لها كل التوابل. الله اكبر، الله اعظم، والعزة والدوام لله. هنجيب كده شوية صلصة من اللي كانوا فايضين من اللي كنا حايشينهم كده. تمام. قبل ما نحط الشوربة. الله اكبر، الله اعظم، والعزة والدوام لله. ونفس الحكاية هنا. معلش بقى عشان انا بصور بايد واعمل بايد وكده. ادي الشوربه اللي بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كده حطينا الشوربة اهو للفلفل والكوسة. تمام. هنمسك الحلة كده، بنرجها وهنغطيها. وده كده ورق العنب والكرنب والبتنجان. شوفوا بقى الورق العنب والكرنب والبتنجان عملته كده، بعمل كده عشان اضمن ان الشوربة تبقى واصلة لاول صف في الحلة، لقعر الحلة. في ناس بتشتكي ان المحشي بيبقى فيه جزء طايب وجزء ني، لازم الشوربة تتأكدي ان هي تبقى واصلة لقعر الحلة او
بيد المعلقه كده اهو، وباجي هنا في نص الحله واعمل كده المعلقه اهي في نص الحله. يبقى كده انا خلاص اتاكدت ان الشوربه واصله لقعر الحله. وهنغطي بقى على الاتنين ونسيبهم يستووا كده. مجرد ما وصلوا لمرحله الغليان بوطي عليهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كده الحاجه كده دخلت في السواه. ده الفلفل والكوسه، نوطي عليها بقى النار ياخدوا السوا براحتهم. وادي المحشي الكرنب، ومن تحتيه البتنجان، ومن تحت خالص ورق العنب. وهوريهولكم واحنا بنحطه على الصينيه. برضو هنوطي عليه شويه صغيرين كده لحد ما يكمل سواه. هو كده كده مستوي، بس لازم ياخد السهو عشان يبقى مفلفل كده وجميل، ما يبقاش معجن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا والله انا كان جت رجل ده كده كده. ده ورق عنب ومحشي كرنب، وادي البتنجان. تمام. ننزل بقى الكوسه، نزل الكوسه اللهم صل على النبي. هات يا غي. ده الكوسه والفلفل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كده الحاجه كده دخلت في السواه. ده الفلفل والكوسه، نوطي عليها بقى. برضو هنوطي عليه شويه صغيرين كده لحد ما يكمل سواه. هو كده كده مستوي. الكوسه والفلفل. الله اكبر.